خليني أقولك على حاجة، مش لازم تبقى ديزاينر عشان تعرف تصمم حاجة شكلها حلو. في الفيديو ده هنستخدم برنامج افينيتي، وهو برنامج مجاني واحترافي ولكنه سهل وبسيط علشان نعمل سي في شكله حلو. لينك البرنامج في الديسكريبشن، دوس على اللينك واعمل داونلود للبرنامج سواء انت شغال على ويندوز او ماك. وهنطبق سيستم من 5 خطوات يخلينا ندخل على اي برنامج حتى لو جديد ونقدر نطلع منه النتيجة اللي احنا عايزينها. انا شخصيا بستخدم السيستم ده لما باجي اشتغل مع اي برنامج جديد. لو ما شفتش الفيديو اللي قبل ده خليني افكرك بالسيستم بسرعة. اول خطوة هي النتيجة قبل البرنامج. في الحالة بتاعتنا النتيجة هي السي في والبرنامج هو افينيتي. تاني خطوة هي انك تقدر تشتغل باقل الادوات، يعني احنا هنفتح برنامج افينيتي مش هنستخدم كل الادوات اللي موجودة، هنستخدم ادوات محدودة جدا عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. تالت خطوة ان احنا نطبق على مشروع حقيقي، وفي الحالة بتاعتنا احنا هنعمل سي في. رابع خطوة هي المشاكل والحلول. لما نكون شغالين على برنامج جديد مثلا زي افينيتي وتقابلنا صعوبات، نروح ندور على حل للمشاكل دي فين. الخطوة الأخيرة هي المراجعة. في الآخر هنشوف احنا وصلنا للمنتج ازاي وبأنهي أدوات في البرنامج. يلا نطبق. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنحدد احنا عايزين نوصل لايه بالظبط. في الحاله بتاعتنا احنا عايزين نوصل لسي في نضيف شكله حلو ومقروء، مش عايزين الوان كتير ومش عايزين زحمه. زي ما قلت لك انا سايب لك اللينك في الديسكريبشن، لما تدوس على اللينك ده هتفتح على الصفحه دي. ده الويب سايت بتاع افينيتي. تقدر تعمل ساين اب وتعمل هنا جيت افينيتي، هتعمله داونلود عادي جدا على الكمبيوتر بتاعك. لما تفتح افينيتي اول مره هتقابلك الشاشه دي مقاسات ستاندرد. احنا في الحاله بتاعتنا هنختار الاي 4 اللي هي الورقه الاي 4 بتاعت البرينتر العاديه دي. هنختارها، هتفتح لنا صفحه فاضيه زي كده. ده شكل الانترفيس بتاع برنامج افينيتي، وهنيجي للادوات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. بس قبل اي حاجه هقول لك على تريكايه كده انا بعملها لما بكون عايز اعمل ديزاين لحاجه، سواء سي في او بروشور او بوستر او اي حاجه. انا بحاول اروح اشوف حاجه عجباني واعمل زيها او اقرب منها على قد ما اقدر. واحد من الويب سايتس اللي انا بحب الجا له للتغذيه البصريه هو بنترست. لو جينا على بنترست كده وكتبنا مودرن سي في، هتلاقي اوبشنز بقى، اشكال والوان تقدر تختار منها اللي انت عايزه. من كل الاختيارات اللي هنا دي انا جهزت اختيار كده شكله عجبني بصراحه، بسيط وما فيهوش الوان كتير وكل حاجه فيه واضحه. والاهم من كل ده ان سهل ان احنا ننفذه. طبعا تقدر ان انت تعمل سيف للصوره دي على الكمبيوتر بتاعك. انا هاخدها دراج اند دروب كده هنا وهخليها قد الصفحه الاي 4 اللي احنا هنشتغل عليها. كده بقى معانا شكل السي في اللي احنا هنشتغل عليه. محتاجين بقى شوية حاجات، محتاجين صورة ومحتاجين الداتا نفسها اللي هي الكلام اللي بيتكتب في السي في، الاسم والخبرات والكونتاكت ديتيلز وهكذا. هنا بقى انا هقول لك تركية حلوة جدا، انك تقدر تستخدم تشات جي بي تي علشان تحسن او تنقح المعلومات اللي بتخش في السي في بتاعك اللي انت هتكتبها في السي في. رحت للشات جي بي تي خليته يطلع لي معلومات عن سي في وصوره لشخص وهمي علشان نستخدمها في السي في بتاعنا. بس هنا بقى انا هساعدك بحاجه، سايب لك لينك في الديسكريبشن في دوكيمنت في برومبت. البرومبت ده تقدر تاخده كوبي بيست وتحطه في شات جي بي تي، وبعد ما تعمل بيست للبرومبت تحط الداتا بتاعتك، المعلومات بتاعتك انت بتاعت السي في، وهتلاقي شات جي بي تي هيحسن وينقح الداتا بتاعت السي في بتاعتك. تقدر تاخدها كوبي بيست وتستخدمها في السي في بتاعك. هنا على الشمال في مجموعة أدوات في برنامج افينيتي. هنستخدم الفريم تكست تول وهنحط الداتا بتاعتنا هنا. طبعا انا عملت بيست للمعلومات بتاعه السي في، طلعت كلها لونها اسود. فاحنا مجرد ما بتعمل كنترول ايه او كوماند ايه وبتخلي لونها كده لون يعني واضح، احنا كده حاطينها بس على جنب علشان تبقى كل المعلومات اللي احنا عايزينها موجودة. وكده هيتفضل لنا الصورة اللي احنا هنستخدمها في السي في. كده احنا كل المعطيات موجودة معانا، نقدر نبتدي نشتغل في السي في. دي الصفحة الفاضية بتاعتنا. هنيجي نبص للسي في اللي احنا عايزين نشتغل عليه، كده هنلاقيه مقسوم جزئين. في جزء على الشمال فيه الصورة والاسم والتايتل وشوية سكيلز واللانجوجز. طبعا حسب انت هنا في حاجات ممكن تغيرها، لو مش عايز تحط سكيلز ممكن تحط حاجات تانية، لو مش عايز تحط لانجوجز ممكن تحط مثلا تبقى دي كلها سكيلز وهكذا. وعلى اليمين الجزء الاكبر البروفايل بقى كده زي نبذة عنك، والاديوكيشن التعليم، والاكسبيرينس في الاخر خالص في الكونتاكت ديتيلز. طبعا ده سي في بسيط من صفحة واحدة. خلينا نبتدي. على الشمال هتلاقي الادوات دي كده، هتلاقي في حاجة اسمها ريكتانجل تول. ريكتانجل تول دي هي ما بتعملش حاجة غير ان هي بترسم مستطيل. ف
زي ما انت شايف كده انا رسمت مستطيل، وانت لما بتشد المستطيل كده من اي جنب بيجي عند اخر الحرف بتاع الصفحه كده وبيبتدي ايه يعمل سنابنج، يعني بيقف بالظبط عند المكان اللي انت وصلت ليه. طيب انا عايز اعرف بالظبط المقاسات دي قد ايه، يعني هل اوقف المستطيل هنا، اوقفه هنا، اوقفه فين، هل ده تلت وتلتين ولا هل هي النسبه مختلفه؟ فتركايه بسيطه كده، ممكن تجيب المستطيل بتاعك اللي احنا رسمناه ده، تحطه هنا كده وتقدر تحركه كده لحد ما توصل مش هتبقى بالظبط بس هتقدر توصل لأقرب حاجة ممكنة. المستطيل ده بقى عايزين نلونه، انت عندك هنا ألوان كتير، تقدر تختار الألوان اللي انت عايزها. لو انت في الوان معينه انت عارفها، عارف الرقم بتاعها، تقدر تستخدمها. بس احنا هنعمل تريكايه لذيذه جدا. هنفترض ان انت عايز تجيب نفس درجات الالوان دي بالظبط. في اداه هنا سهله جدا، وانت واقف على المستطيل بتاعك كده، في اداه هنا اسمها كولر بيكر. لو دوست عليها كده ورحت تقف على المكان اللي انت عايز تختار لونه بالظبط وتسيب، هتلاقي اللون بقى هو هو. نعمل نفس التريكايه، عايزين نعرف هو واقف فين بالظبط هنا مثلا. خلاص، ده كده اول مستطيل بقى معانا. تقدر تعمل كوبي بيست، كنترول سي كنترول في، هتلاقي هنا بقى عندك مستطيل تاني، هم يعني فوق بعض حاليا، بس انت لو وقفت على المستطيل شدته كده هتلاقيه ايه اتحرك معاك. طيب عايزين نشوف تاني مستطيل مقاسه قد ايه. نخلي لون المستطيل التاني برضو نفس اللون اللي في السي في اللي احنا شغالين عليه. بعد كده الصورة، هتلاقي هو حاطط الصورة بتاعته فوق خالص وواخدة بالظبط نفس المقاس بتاع المستطيلين الغامقين اللي تحت. هنجيب الصورة بتاعتنا كده، نحطها هنا كده، ممكن تعمل زوم كده. هي دي بقى الميزة في البرامج اللي زي دي، ان هي لما بتيجي تتحرك كده، لما بتيجي عند الحز بتاع مثلا شكل تحتيها او فوقيها او جنبيها، بتعمل سنابنج، بتقف عندها بالظبط. هنوصلهم كده. طبعا هو صورة الراجل بتاعنا هو دماغه متاكلة خالص، فنقدر نعمل ايه بقى؟ نقدر ننزل الصورة دي كده. هنيجي على تول مهمة جدا، حاجة اسمها فيكتور كروب تول على الشمال، بتدوس عليها كده وبتعمل كروب للصورة بتاعتك. نعتبر احنا خلصنا اللي على الشمال كله. طبعا هو الصورة بتاعته عاملها ابيض واسود، انت ممكن تعملها ابيض واسود، ممكن تسيبها الوان، مفيش مشكلة. هنيجي للجزء اللي على اليمين بقى اللي فيه المعلومات كلها، هنعمل برضو كوبي بيست من المستطيل بتاعنا ونكبره كده لحد ما ياخد الصفحة كلها، ونحاول برضو نفس التركية بتاعتنا نشوف هو واصل لحد فين. خلي لونها لون المستطيل برضو نفس اللون ده، وهكذا هنعمل كده في نفس المستطيل اللي فوقيه. ولو تلاحظ ان احنا لحد دلوقتي التولز اللي احنا استخدمناها في البرنامج يتعدوا على صوابع ايد واحده، والجزء اللي فوق خالص هو سايبه ابيض. فاحنا كده يعتبر شكل السي في كتقسيمه بقى واضح معانا. الخطوه اللي بعد كده هي ان احنا عايزين نبتدي بقى نحط الداتا بتاعتنا او المعلومات على السي في. هنبتدي بالترتيب، واول حاجه هنكتب الاسم. في حاجه اسمها artistic text tool، هتدوس عليها كده وتكتب. طبعا هو بيكتب بلون اسود الديفولت، بس احنا لو علمنا على كلمة كده كلها نخليها لون ابيض. طبعا هو مستخدم فونت معين، احنا ممكن نستخدم الفونت اللي احنا عايزينه. انا هستخدم مثلا روبوتو. هناخد الاسم نعلم عليه كوبي، نقف هنا نعلم، نعمل بيست. هو كاتب الاسم فوق واسم العيلة تحت، فاحنا ممكن نعمل انتر كده وندوس على الموف تول، نحاول بشكل او باخر كده نقرب للشكل على قد ما نقدر. عندك بقى اوبشن من اتنين، يا اما كل مره تدوس على التكست تول وتقعد تكتب كده، يا اما الحل التاني وانت واقف على الاسم كده تدوس اوبشن ودراج، هتلاقي ايه عمل كوبي من الحاجه اللي انت واقف عليها. فممكن نصغرها بقى كده شويه ونجيب التايتل بتاعنا نعمل له بيست. ممكن بقى انت طبعا تحنتف زي ما انت عايز، هتصغر الكلام، هتكبر الكلام. بعد كده هو عامل زي كاتيجوري كده مسميها سكيلز، هناخد برضو كوبي بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، وهناخد السكيلز بتاعتنا نعلم عليها كده كلها. طبعا انت ممكن تخلي
سكيلز دي مثلا العنوان يعني ككاتيجوري ممكن تخليه بولد اكتر شويه مثلا. بدل اللانجوجز انا عامل سيرتيفيكيشنز، فانا هاخد سيرتيفيكيشنز دي تحت كده. انا كل ده شغال بنفس الطريقه، يعني انا ما بعملش حاجه مختلفه غير ان انا بدوس على الحاجه اللي انا عايز اخد منها كوبي وبدوس اوبشن، بعمل دراج، بياخد منها كوبي بالظبط. ناخد certifications هنا كده. طبعا احنا محتاجين بقى ايه، نخلي الحاجات دي شكلها ايه، متناسق. ممكن بقى تكبر الكلام شوية تصغره شوية، يعني ايه حسب. بس ده الجزء التاني. هو عامل ايه بقى، عامل هنا في على الشمال في كلمتين اللي هما الاديوكيشن والاكسبيرينس، عاملهم بالطول كده بدل بالعرض. دي سهلة جدا، هناخد برضو كوبي من الكلمة دي. طبعا هي سكيلز دي طلعت ايه ابيض، فلو حطيناها على الابيض كده مش هتبان. فاحنا واقفين عليها كده هندوس على لون يكون غامق، اسود او مثلا جري غامق او كده، وهتلاقي في عندك زي هاندل فوق كده عامل لك سهمين يمين وشمال، دي تقدر تعمل روتيشن للكلام. طب انا مثلا عايز اعملها 90 درجة بالظبط، فهتدوس شيفت. لما تيجي تدوس شيفت هتلاقي ان انت وانت بتلفها بيقف عند درجات محددة وكاتب لك ايه هي الدرجات، 80 75 وهكذا. فاحنا هنعملها 90 درجة، نكبرها كده شوية ماشي، ونشوف أول حاجة الإديوكيشن. هناخد الإديوكيشن نصغرها شوية، وبعدين ناخد منها كوبي برضو بطريقة الأوبشن، ناخد الإكسبيرينس. طيب والله هو عامل زي خط هنا كده عشان يبين يعني الإكسبيرينس من أول هنا لحد هنا. فدي برضو بكل بساطة هي عبارة عن مستطيل. هندوس على التول بتاعة المستطيل، نخلي لونه غامق شوية، ونعمل زوم ان كده شوية ونرفعه بكل بساطة. سهلة جدا. احنا ممكن هو عاملها ارفع سنة، ممكن نرفعها سنة صغيرة كمان. كل ما تعمل زوم ان تقدر تتحكم اكتر في التفاصيل. بعد كده هنبتدي بقى اول حاجة البروفايل. هناخد كلمة سكيلز دي كده نحطها هنا ونغير لونها ونسميها بروفايل. كوبي. هنا بقى في نقطة مهمة، ايه الفرق ما بين الارتستيك تكست تول والفريم تكست تول؟ الارتستيك تكست تول دي اللي احنا كنا شغالين بيها لحد دلوقتي، دي لما بتيجي تحرك كده المربع اللي مكتوب فيه الكلام بتلاقي الكلام نفسه بيكبر ويصغر بيتحرك معاك. الفريم تكست تول دي الأداة اللي احنا هنجربها دلوقتي. هنعمل زي مربع كده، ده المربع اللي احنا هنكتب جواه الكلام. احنا عملنا مربع، هناخد التكست بتاع البروفايل بتاعنا ونعمل له بيست جوه. هو طبعا عمل له بيست لونه ابيض، فاحنا مجرد بس ان احنا هنغير لونه. طيب انا كده استفدت ايه الفرق ما بين الاتنين تولز؟ الفرق هنا ان انت لما بتيجي تغير حجم المربع اللي مكتوب جواه الكلام، الكلام نفسه بيبتدي يتحرك ويستجيب معاك زي ما انت شايف كده. فمثلا احنا هنسيب شكله بالطريقة دي، لو عملت دبل كليك هنا كده حجم المربع بياخد نفس حيز الكلام بالظبط. دي اول جزء، ده كان البروفايل. بعد كده هندخل على الاديوكيشن. والاديوكيشن هنا هو عامل 3 سطور، السنة وايه المجال بتاعه مثلا والجامعة او اليونيفرسيتي. احنا هنشوف الاديوكيشن بتاعنا عبارة عن حاجتين، الجامعة والماجستير. فاحنا هناخد كوبي من الكلام ده ونكتب في الاديوكيشن بتاعنا. خلاص. طيب هو هنا انا عملت بيست للكلام جوه المربع، بس هو عامل لك زي علامه كده انه في كلام مش باين. ممكن نكبر كده الكلام هتلاقي كل حاجه هتبان. هو كلام بعيد عن بعض، يعني عايز تقرب الجمل من بعضها هتلاقي ايه، مفيش مجال. فدي بنحلها ازاي بقى؟ بنعلم على الكلام كده كله، وفي تاب هنا كده اسمه كاركترز، بنقلل المسافه اللي ما بينهم دي. ممكن نعمل كده وبعدين نعمل سبيس هنا كده عشان ندي مساحة ما بين الجزء الاديوكيشن الاول وجزء الاديوكيشن التاني. او لو احنا عايزين نعمل زيه كده، هو مخلي الاديوكيشن الثلاث سطور اللي فوق والثلاث سطور اللي تحت واخدين نفس طول كلمة education. ممكن واحنا معلمين برضو كده
خلاص. طيب هو عامل حاجة لذيذة قوي، مخلي اسم الجامعة التخانة بتاعتها مختلفة، فاحنا ممكن نخليه بولد، توسع بس كده المربع اللي فيه الكلام. تمام كده الجزء بتاعنا بتاع الإديوكيشن خلص. هنخش على الجزء بتاع الإكسبيرينس. هناخد كوبي من المربع ده كده، نكبر المربع، بيست. وهنا الكلام ضيق قوي، فممكن ايه نوسعه كده شوية. هو عامل ايه بقى؟ كاتب السنة والتايتل، وكان بيعمل ايه في التايتل ده، والشركة اللي هو كان فيها، وعامل اسم الشركة بولد. فممكن نعمل احنا برضو زيه كده، اسم الشركة يبقى بولد. وده كده الجزء بتاع الاكسبيرينس خلصناه. طبعا انت ممكن بقى يعني تحنتف زي ما انت عايز. اخر جزء معانا هو الكونتاكت ديتيلز، فممكن ناخد كوبي من دي كده، نحطها هنا، نعمل لونها ابيض زي ما هو عامل لونها ابيض. ناخد كوبي من تكست بوكس بتاعنا ده كده، وناخد الكونتاكت ديتيلز بتاعتنا، خلي لونها ابيض. ماشي. وممكن نوسعها كده شوية الأداة بتاعت الكاركتر اللي احنا استخدمناها هناك. وبكده نكون خلصنا السي في بتاعنا. تعالى بقى ايه نقارن كده ما بينهم. بكل بساطة دي النتيجة اللي احنا قدرنا نوصل لها. هيتفضل عندنا خطوة واحدة، وهي ان احنا نعمل اكسبورت. هنيجي على فايل ونعمل اكسبورت. طبعا عندك اختيارات كتير جدا هنا. الاكستنشن الطبيعي للسي في ان انت تعمل بيه اكسبورت هو بيكون بي دي اف، فانت ممكن تختار بي دي اف. لو انت هتطبع سي في تختار بي دي اف فور برنت، او لو انت هتبعته على ايميل او حاجه زي كده تختار ديجيتال سمول سايز او ديجيتال هاي كواليتي، حسب انت يعني. لو انت عامل سي في كذا صفحه وفي صور كتير مثلا وبورتفوليو وحاجات كده، ممكن تختار سمول سايز عشان يقلل حجم السي في. بس لو هو سي في من صفحه واحده صفحتين، ممكن تعمل هاي كواليتي عشان يفضل بالجوده بتاعته، تفضل مثلا الصوره بتاعتك بالجوده بتاعتها. في الحاله بتاعتنا احنا هنعمل ديجيتال هاي كواليتي ونعمل اكسبورت. وهو هنا هيطلب منك المكان اللي انت تعمل فيه داونلود للسي في بتاعك. هتسميه، احنا الراجل بتاعنا كان اسمه أليكس مورجان. وتعالى نروح نشوف السي في بتاعنا شكله ايه. ده شكل السي في لما فتحناه اهو. شكله حلو، الكواليتي بتاعه كويس، الكلام مقروء، وجاهز ان انت تبعته بالايميل او تعمله اتاتشمنت على ويب سايت بتاع شغلانه انت بتقدم فيها وهكذا. تعال نراجع احنا وصلنا للنتيجه دي ازاي. حتى لو انت اول مره تفتح برنامج زي افينيتي، وعلى فكره ده برنامج احترافي، بس لو تلاحظ ان احنا ما استخدمناش غير ادوات او تولز من البرنامج يتعدوا على صوابع ايد واحده: المربع، التكست تول، الكالر بيكر وهكذا. طبعا اللي احنا عملناه ده انت تقدر تطبقه على سي في، تقدر تطبقه على بروشور، تقدر تطبقه على بوستر، او لو عايز تعمل مثلا بوست، تعمل ديزاين لبوست للسوشيال ميديا وهكذا. لو عايز تبتدي في الديزاين انصحك تجرب افينيتي، بالذات ان هو برنامج مجاني واحترافي، وزي ما انت شفت سهل جدا. طبق عليه سيستم الخمس خطوات وقول لي استخدمت البرنامج في ايه. في الفيديو الجاي هنطبق السيستم على حاجة تانية. اشوفكم هناك.